مطعم ترند تشيكن، تعالوا خلينا نشوف شو مسوي لنا من صينية عملاقة اليوم. طبعا اهل الموصل وبالاخص هذا المطعم جاي يبدعون بالاكلات والطعمات المختلفة بالدجاج وبالكباب وبالمشاوي. خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وشوفوا لي هذا الشيء المرتب. طبعا اليوم جمعة وما شاء الله تبارك الرحمن، قلت لازم اجيب من هذا المطعم ترند تشيكن. هاي الصينية كلها اللي تشوفوها، شوفوا لي هاي الصينية المرتبة كلها ب25,000 دينار، واليوم لازم نشوف ونجرب الطعم الحلو. يلا. طبعا مطعم ترند تشيكن يعرفني احب التفاح، بس لكن اليوم جمعة ما اقدر اسوي اي شيء. خلينا نتغدى ونتوكل على الجامع، لان الجامع انا افطر من جوعي. طبعا اليوم هالمرقات خلينا مقبلات معاهم، هذول كافي، ما اريد اتاخر. اوكي شيء تتغدى وتروح للجامع. يلا كافي. نشوف، بس شوفوا لي الترتيب. انا شو اخلي؟ اول شيء مثل الحنجره هاي خليها يمي هنا، ما اقدر اسوي شيء. اوف 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 اوف. شوفوا لي شيش الدجاج، بسم الله. الحمد لله. ايش اسوي؟ خلي الطشي هنا. والله زين، صيني يشكبر اشعرها تكفي 5 6 نفرات ب25,000. والله زين، شو تريدون؟ شوفوا الدجاج المشوي على الفحم، والله دجاج الا يجنن. انا طبعا ما اكل عندهم قبل الساعه. هذا المطعم يصير مقابيل المطعم مالتي اللي راح افتحه، مطعم ترند تشيكن. جربوه وما راح تخسرون. وشوفوا اطعمه الدجاج هذه عن مطاعم البقيه اللي خابصين الدجاج. بسم الله. هذا الكباب، بشوف الكباب، شوف الكباب الزين، كباب ويا فاصوليا وتمن الا يجنن يطلع. يا ربي والله العظيم ما اخش يعني. الحمد لله. شو اسمه؟ بالقرآن طعم الا يجنن. احنا شو نسوي؟ خلي وصل الكباب لحم، ووصله من مال الدجاج خوش هيك، وتخلي لك فاصوليا. الله، اسمعوا القرآن، سبحان الله على الصوت الجميل هذا. طبعا بالدجاجتين كل دجاجة لها طعمة خاصة عندها. بس شوف لي الاستواء، يعني ما يحتاج انا اقول لك على كل شيء. خوش، شوف لي الفخذ الجميل هذا. طبعا اني مش كثر المطاعم بباب جديد، مو مجاملة بهذا المطعم، انا احكي لله فتحت المطعم جاي اشتغل بيه. مش كثر المطاعم اللي بباب جديد ما حد قال لي تحتاج شيء تأمرنا بشيء. هذا المطعم اقسم بالله العظيم وكلام الله الجاي يقرأ، كل يوم يجي علي صاحب المطعم تحتاج شيء، تريد شيء، يعني لو بس كلام. هاي الإنسانية الحلوة. فربي يحفظهم ويسال أمرهم إن شاء الله، ويحفظ ويرزق كل طيب موجود بهذه الدنيا كلها، مو بس بالعراق.
بس هذاك اليوم انا اكلت عندهم عجبني التمه المحشي اللي بداخل الدجاج، بهارات شغلات. شنو؟ تكه مال الدجاج. والله تكفي 7 نفرات هذه. انتم جاي تشوفون المساحه، جاي تشوفون كبر الصينيه 25,000. شنو 25,000؟ دجاجه طيبه تروح كل شيء ما مسوي بيها تاخذها ب 12 13,000. الكبيره ها ما جاي اقول لكم. والله مستعمل. خلي لك شحمه معلاق بشنو؟ بوصلة كباب دجاج. كباب الدجاج روعة روعة. طبعا عندهم ترى هاي الصينية عندهم توصيل مجاني، وعندهم تريد تجي عندهم من المطعم. راح اخلي لكم ارقامهم بالوصف ان شاء الله، واثبت بالتعليق حتى اللي يريد يجرب هذا ما راح يخسر ان شاء الله. ويلي على دهونات الجو. شوفوا لي شكل الدجاجة المشوية على الفحم إلا رهيبة. هاي هذا أنا دائما أشرعي هذا فوق فوق فوق. من واحد يتغدى ويروح للخطبة يسمعها زين يركز. بالأخص أنا اليوم هاي الصينية وأروح للجامع تركيز فول. اليوم كله على الإمام اليوم. ما كنا من التم الأحمر. التم الأحمر يسووه مدخن. يعني شو تسوي؟ تخلي لك مشاوي من هذا مع هذا التم المدخن. تدري اللقمة شلون تصير؟ ملكية. أموت على الليمون والمشاوي. بس أنا جاي أفتح هو راح يأذن. راح يأذن اللي ما أتوضأ بيها شوية نقطة. بس اللي يعرف شلون لافين الخاطر والله. عرف هذا فوق عليك هذا هم خطية يعني يلفوها زين عمود لا تنطش ونشوف بها الشي. هذا الدليفري المضبوط ان شاء الله. مطعم احمد العالمي ما بقى له شيء فتح. وتاكلون اطيب باتشا بكل الموسم. باتشا احمد العالمي تجون ونخلينا المنسف كلنا سويه. سوينا باتشا من عراوي. عرفت شلون؟ الدجاج المشوي
الفحم، لا هذا شو اسمه المشي. والله راح يأذن ها. كاف ربي لك الحمد حتى أترضى. مثل ما قلت لكم راح أخذ لكم الأرقام بالوصف إن شاء الله، وبالتعليقات والطلبيات مفتوحة ومجانا. فإذا أعجبكم المقطع لا تنسونا بالله بالاشتراك وتفعيل زر الجرس. أموت عليكم يا أحلى. باي باي.